السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من كورة كل يوم. أول كلامنا وخير الكلام صل على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيه، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضى بها عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم ارحمنا وارحم مشايخنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فك كرب المكروبين وسد دين المدينين، وارزق كل عقيم واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم القدس في حفظك وامانك، اللهم رد القدس الى اهله. اللهم اغفر لامامنا وشيخنا الكبير الشيخ الكبير العلامه الشيخ اسامه عبد العظيم محمد حمزه، اللهم ارحمه رحمه واسعه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله والله اكبر، الله اكبر ولله الحمد. ايام الاضحى عيدكم مبارك ان شاء الله، عيد مبارك على كل الأمة الإسلامية إن شاء الله، وربنا يجعلنا مع الحجيج الملبيين في العام القادم إن كان لنا عمر إن شاء الله، وأن يتقبل الله منا سائر الأعمال كلها وجلها عظيمها وصغيرها. اللهم تقبل منا الأعمال، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. حلقتنا النهاردة عن هل يجامل الأهلي في تأجيل المباريات؟ ميدو وعامر حسين، ميدو وفساد الكرة المصرية، كيف يتم فتح باب القيد للزمالك للاشتراك في البطولة العربية، وحكاية جدولة مديونية الاتحاد الكرة للزمالك، وما هي قصة البروتوكول الذي وقعه مرتضى منصور مع اتحاد الكرة، محمد الشناوي والخروج من الباب الكبير، وهل توجد أزمة في تجديد حسين الشحات، وأخيرا الزمالك يسدد 50% من راتب الجهاز الفني والإداريين واللاعبين. نبدأ كلامنا عن احتراف محمد الشناوي. محمد الشناوي طلع مع يعقوب السعدي وقال أنا ابن الأهلي ومش هخرج من الأهلي غير بموافقة النادي الأهلي، ولما هخرج من النادي الأهلي هخرج من الباب الكبير. على ما أعتقد أن محمد الشناوي سوف يتم إعارته إلى الدوري السعودي مقابل 3.5 مليون دولار للنادي الأهلي ومثلهم للاعب في الموسم، أو بيع محمد الشناوي إلى النصر السعودي مقابل 7 مليون دولار للنادي الأهلي و3.5 مليون دولار في الموسم لمحمد الشناوي، ونسبة 20% من إعادة البيع ومميزات أخرى تصل إلى 3 مليون دولار للنادي الاهلي في حاله الفوز ببطوله الدوري وبطوله اسيا وهكذا، والوصول لكاس العالم للانديه. هذا هو ما سوف يحدث في حاله محمد الشناوي. محمد الشناوي كان قد وعد من مجلس اداره النادي الاهلي بانه سوف يتم اتاحه الفرصه له في الاحتراف الخارجي. أزمة حسين الشحات، الأهلي قد أنهى الاتفاقات مع حسين الشحات للتوقيع على العقد. خلال أسبوع سوف يتم التوقيع على عقد حسين الشحات مع النادي الأهلي مقابل 15 مليون جنيه خالصة بدون نسبة للمشاركة في المباريات، مع نسبة من الإعلانات لحسين الشحات. وإن لم يتم التوقيع خلال هذا الأسبوع فحسين الشحات خارج صفوف النادي الأهلي في الموسم القادم والاحتراف الخارجي. ويا جماعة ما حدش يزعل من اللعيبة في الوقت الحالي، اللعيبة واضحة، مش زي حالة رمضان صبحي وأحمد فتحي. اللعيبة واضحة في اتفاقاتها وبتقول أنا موجودة مع النادي الأهلي وخلاص أنا هوقع، أو أنا مش موجودة مع النادي الأهلي واسمحوا لي بالسفر والاحتراف الخارجي. حمدي فتحي والاحتراف في الوقرة القطري ومقابل بيع للنادي الأهلي 4 مليون دولار، منهم 20% تصل إلى نادي إنبي حقوق إعادة البيع بنسبة 20% في عقد بيعه الذي تم توقيعه مع النادي الأهلي وإنبي قبل ذلك. اللاعب الآخر الذي سوف يتم فتح باب الاحتراف له هو أليو ديانج المالي، سوف يتم الموافقة على احترافه مقابل سوف يصل من 5 إلى 6 مليون دولار. أيضا برونو سافيو سوف يعود إلى النادي
هؤلاء هم اللاعبون الذين سوف يتم احترافهم، وكذلك لويس ميكيسوني الذي سوف يعود إلى سيمبا التنزاني. هذا ما يخص النادي الأهلي. وكولر في مباراة الغد أمام حرس الحدود سوف يقوم بتدوير اللاعبين وإعادة تنشيط جميع اللاعبين وإشراكهم في المباريات حتى يصل إلى الفورمة الكاملة والتشكيل المثالي للنادي الأهلي واللاعبين الذين يستحقون استمرارية تواجدهم في النادي الأهلي، واللاعبين الذين يستحقون ارتداء التيشيرت الأحمر وعرضهم للبيع في الموسم القادم. كلام كتير عن عروض الاحتراف بيتلقاها لاعبي النادي الأهلي، وده اللي احنا هنسمع عنه كتير على لعيبة النادي الأهلي وعلى غير لعيبة النادي الأهلي بسبب الفجوة الكبيرة اللي حصلها تعويم الجنيه وهبوط الجنيه أمام الدولار. دي فجوة أدت لإعادة التفكير لأكتر من لاعب في العروض اللي بتجيله. يعني حتى اللاعب اللي هيجيله مليون دولار يعني بيقبض حوالي 40 مليون جنيه مصري، ما اعتقدش ان في نادي في مصر هيدفع الكلام دوت كله. اقصى نادي بيدفع في قلب الموسم بيراميدز بيدفع 20 مليون جنيه في السنه. النادي الاهلي رفع حد السقف بتاعه للفئه الاولى ل 15 مليون جنيه ومش هيرفع اكتر من كده. الاهلي بيحافظ على حدوده. نيجي بقى لميدو اللي طلع واتكلم عن فساد الكره المصريه وقال لك ان كل الدوريات انتهت والدوريات العربيه الجميع يتعجب ان عندنا في قلب الدوري المصري فرق لعبت 24 وفرق لعبت 28 وفرق لعبت 30 وفرق لعبت 31. اشمعنى عندنا بس في الدوري المصري الكلام ده بيحصل؟ هقول لك اشمعنى يا مجدي، اشمعنى يا ميدو، واسمع يا ميدو الهري اللي بجد والكلام عقلاني. الفرق العربيه او الافريقيه منتخباتها تعتمد على قوام غير مظبوط في الفرق المحلية. يعني المغرب جميع لاعبيه من المحترفين من الخارج، سواء لاعب أو اثنان أو ثلاثة على أقل تقدير من اللاعبين المحليين. كذلك منتخب السنغال، الكاميرون، وهكذا وهكذا. لذلك لا يتم توقف الدوري لهذه الفرق ويتم استمرار الدوري الممتاز في بلادهم أثناء فترات لعب المباريات الدولية للمنتخبات. هذا ما لا يحدث في مصر. النادي الأهلي يوجد عنده 12-13 لعيب قوام المنتخبات المصرية سواء الناشئين أو الأولمبي أو الأول. الزمالك من 4 إلى 5 لاعبين، بيراميدز كذلك، والإسماعيلي 3-4 لعيبة وهكذا. عندما يعتمد المنتخب المصري على قوامه من لاعبين محترفين بالكامل لن توجد مباريات مؤجلة أثناء فترة اللعب الدولي، وسوف يتم لعب المباريات المحلية خلال تلك الفترة. النادي الأهلي لم يتم تأجيل له أي مباريات سوى المباريات التي أقيمت أثناء فترة مباريات دور الثمانية وقبل النهائي والنهائي. وارجع لك من جديد، الأهلي لما رجع من كأس العالم للأندية وقبل ما يقابل الهلال السوداني لاعب أسوان، الأهلي لاعب الهلال لاعب أسوان في أسوان، لاعب الهلال السوداني في السودان، ثم عاد إلى أسوان بعد 3 أيام لعب مع أسوان، ثم سافر إلى ثم لاعب فريق جنوب ميلودي سان داونز الجنوب أفريقي في القاهرة. إذا الأهلي لم يأخذ راحة أثناء دوري المجموعات، وكان يوجد مباريات للدوري الممتاز مثل باقي الفرق بيراميدز وفيوتشر. أما الزمالك الذي تم تأجيل اللقاء فيوتشر الذي كان بين لقاء شباب بلوزداد والترجي التونسي بدون أي داعي وتم تأجيله، وكذلك تأجيل لقاء الإسماعيلي. قبل المباراة النهائية، قبل مباراة الدور قبل النهائي ومباراة الترجي التونسي، تم لعب مباراة الترجي التونسي يوم الجمعة، ولو كانت لعبت يوم السبت كان الأهلي سوف يقابل فريق حرس الحدود الذي سوف يقابله الأهلي غدا الخميس إن شاء الله. إذا الأهلي لم يتم تأجيل أي مباريات له خارج القائمة أو خارج المباريات الموجودة في ترتيبه. المباريات الأولوية للاعب للنادي الأهلي هي مباريات بطولة أفريقيا، ثم مباريات الدوري الممتاز، ثم مباريات الكأس. فترات التوقف للمنتخب المصري القومي والأولمبي تم فيها التوقف لجميع الفرق في الدوري المصري. الأهلي يلعب في كل الظروف ولا يوجد أي مباريات مؤجلة له أكثر من أي فريق آخر. الدوري المغربي تم بدايته في 15 من سبتمبر. الدوري المصري أقيم شهر
يوم 26 من أكتوبر. إذا الفارق شهر. عندما لعب النادي الأهلي مع الوداد المغربي مباريات النهائي كان النادي الأهلي قد لعب 46 مباراة، ونادي الوداد المغربي لعب 44 مباراة، والزمالك نادي الوداد لعب 45 مباراة والزمالك لعب 44 مباراة. الوداد لعب 45 مباراة في فترة أكتر من الأهلي شهر، والزمالك لعب أقل من الأهلي مباراتين في نفس فترة النادي الأهلي، والزمالك ريح فترة كبيرة. طلع عفت نصار في حوار مع محمد شبانة وقال له الأهلي ريح 36 يوم بدون لعب مباراة. فجه محمد شبانة وقال له تعالى بالورقة وقلم فين الكلام اللي أنت بتقول عليه دوت، وجاب له كل المباريات في المغرب وكل المباريات في تونس وكل المباريات في الدوري المصري، ولم يجد أن الأهلي تم تأجيل أي مباريات له، وأن الوداد المغربي لعب مباريات بين فترتي المباراتين ولم يجد اي مباراه. وطلع عفت نصار ويقول له انا هجيبها لك وانا مدونها، ومش انا مدونها، بيهرب باي موقف، وانا هجيب لك المباريات اللي الوداد لعبها، وما جابش حاجه. وكالعاده عفت نصار هبداوي زيه زي الغندور، زي احمد عيد عبد الملك وكثير من اللاعبين. احمد حسام ميدو طلع بيتكلم عن فساد الكره المصريه، وان الكره المصريه بتخدم نادي واحد فقط، ويقصد هنا النادي الاهلي. طيب يا احمد يا حسام يا ميدو، النادي الاهلي ساب لك الليله خضره مخضره في كل الرعاه في الدوري المصري، ولم يتعاقد مع اي راعي مصري، كل الرعاه للنادي الاهلي رعاه اجانب. ماذا فعل الزمالك وبيراميدز وباقي الانديه في التعامل مع الرعاه؟ الزمالك خد عقد رعايه ب 200 مليون جنيه في 4 سنوات، عقد مضحك ب 50 مليون جنيه في الموسم الواحد فقط. النادي الاهلي عمل عقد 4 سنين لتيشيرت التدريب بس، يتحط عليه اعلان كوكاكولا ب 15 مليون جنيه في السنه على تيشيرت التدريب. النادي الاهلي اللي عقود رعايته بالمليارات. هو ده الفرق. هو ده الفرق ما بين الاهلي والزمالك يا ميدو، اللي انت عايز تساويه بالنادي الاهلي. طب يا ميدو، لو الزمالك سدد كل المديونيه اللي عليه، والزمالك هو النادي الفاسد الوحيد في الدوري المصري، الزمالك لو سدد كل المديونيه اللي عليه، تعالى بعد كده نبدا نحل في عشر المشاكل الرياضيه الموجوده في الدوري المصري وفي الكره المصريه. فساد الكره في مصر يتزعمه الزمالك صاحب 3/4 الفساد في الكرة المصرية، سواء قدم أو يد أو سلة أو طايرة. الزمالك اتحاد الطايرة ليه مديونيات عند الأندية 12 مليون جنيه، 9 مليون فقط عند الزمالك و3 مليون عند باقي الأندية. متخيل المبلغ دوت؟ يعني الربع عند الأندية كلها والثلاث أرباع عند نادي واحد بس. النادي الوحيد اللي هربت منه اللعيبة وسافرت وبتطالب بحقوقها واتحبست واتضربت هو نادي الزمالك. افتكروا اللي حصلوا مع اوجستو اناسيو المدير الفني واللاعبين اللي كان بيتم سحب جوازات سفرهم وبيمنعوهم من السفر. اوجستو اناسيو لما قال لك ان دي ازازه كوكاكولا، لو مرتضى منصور قال لك عليها بيبسي هتبقى بيبسي، الكل هيقول لك عليها بيبسي. عامر حسين طلع وقال لن يتم فتح باب القيد في الدوري المصري سوى بعد انتهاء مباريات الدوري المصري يوم 25 يوليو. إذا الزمالك سوف تقام البطولة العربية يوم 15 يوليو. ماذا سوف يفعل الزمالك في تلك الفترة لتسجيل اللاعبين؟ عامر حسين طلع وقال على الاتحاد العربي أن يعتمد العقود التي سوف يبرمها نادي الزمالك مع اللاعبين ويسجلهم عنده، لأن دي بطولة ودية. بس هل اللعيبة دي او الاتحاد العربي ضامن ان الزمالك يفعل عقوده بعد ما اللعيبه دي؟ ممكن الزمالك ما يسجلش اللعيبه دي، وممكن الزمالك ما يكونش ادى اللعيبه دي نسخه من العقود ويضحك عليهم وياخد فلوسهم. هو ده المشكله، هي دي المشكله اللي الزمالك ورطنا فيها. وظهر تقرير الاتحاد الدولي للاعبين الذي ينبه اللاعبين إلى عدم التعاقد في الدوري المصري سوى بشروط محددة، وأن تكون المبالغ محددة والمبالغ مكتوبة بالعملة الصعبة، وأن يحتفظ اللاعب بنسخة كاملة من العقد. وطلعوا الإعلاميين وأولهم حسام ميدو بيقولوا إن الكلام دوت على النادي الأهلي زي ما حصل مع عبد الله السعيد وفادي فريد، لكن ما رجعوش وانتبهوا النقطة
ان الاتحاد الدولي بيقول اللاعبين المحترفين الاجانب وليس اللاعبين المحليين. الاهلي لم تحدث معه مشكله مع اي لاعب اجنبي سوى هندرسون اللاعب البرازيلي، وتم سداد جميع المستحقات الماليه له. الاهلي يحافظ على تعاقداته حتى وان كان خسر فيها، الاهلي ينفذ تعاقداته بالكامل. محمود الخطيب في أزمة وملحمة كبيرة للتجديد للاعبين وإجراء ميركاتو صيفي كبير يناسب النادي الأهلي في مباريات السوبر ليج الأفريقي الذي يقام لأول مرة، والأهلي يطمح إلى الوصول للمباراة النهائية والفوز باللقب. هل يستطيع النادي الأهلي تحقيق اللقب في السوبر الأول الأفريقي؟ نتمنى ذلك. خلصت حلقتنا، ما خلصتش أخبارنا، استنونا كل يوم كورة مع ياسر السنيتي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دمتم وطابت اوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.